الزمالك ما خسرش من سيراميكا كليوباترا، ولكن فاز بحاجه مهمه جدا لازم أن تكون عارفها. قبل ما ندخل في الفيديو ما ننساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللي يكون اشترك في القناه ويلا بينا. قبل ما نتكلم عن اي حاجه، اسباب خساره الزمالك ايه امام سيراميكا كليوباترا؟ اول حاجه خلينا نتكلم عن الماتش بسرعه كده. الزمالك اولا استقبل هدف، ثم الزمالك سجل هدف، ثم استقبل هدف الزمالك. ولكن الهدف التاني لما انا جيت اتفرج عليه، لان كنت بتفرج على بعض اللقطات في الشوط التاني، الزمالك استقبل الهدف ده بسبب عدم الضغط. فهنا هنتفرع لحاجة أخرى، الإجهاد اللي كان فيه لعيبة نادي الزمالك. أنا كنت شايف إن في أخطاء في التشكيلة في الحتة الدفاعية. كنت أعتقد إن يبقى المهدي سليمان باك شمال بنتايج، باك يمين عمر جابر، في خط الدفاع هلعب باتنين إسماعيل والونش، وفي خط الوسط هلعب بتلاتة أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد. هلعب في خط الأمام بعدي الدباغ والجزيري وخوان بزيرة. احمد ربيع ما بدأش، وبنتايج ما بدأش، وما ريحتش حسام عبد المجيد، ورجعت اسماعيل مدافع. طيب اسباب خساره الزمالك تعتبر من بعد ما منتخب مصر رجع من كاس افريقيا، لعب ماتش سموحه، كهرباء الاسماعيليه، كايزر تشيفز، المصري، وسامحوني يعني لو انا نسيت اي ماتش اخر. فالزمالك كان عنده جهد عالي جدا في الماتشات، والزمالك كان اعتقد انه وفق توفيق كامل ما شاء الله تبارك الرحمن فيهم. فعلا. ونسيت كمان ماتش زيسكو يونايتد. طيب الزمالك كان عنده غيابات، الزمالك كان عنده غيابات، ولكن رجع له كمان بعض اللعيبه. فاحنا هنا بنتكلم يا جماعه عن حاجه مهمه جدا، ان الزمالك كان عنده غيابات ولكن انت كان يرجع لك عمر جابر، وكان يرجع لك بنتايج، وكان معاك خط الدفاع يعتبر ما شاء الله كامل، وكان معاك عبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي وخوان بزيرة. فانت كان معاك برضه لعيبتك، معظم لعيبتك الاساسيه يعتبر. هتقول لي فتوح، هقول لك طب موجود بنتايج وايشو كان بيقدم اداء كويس. هتقول لي مشيت دونجا، هقول لك كان احمد ربيع موجود ومحمد السيد موجود وشحاته موجود. هتقول لي عبد الله ادم كايد، اقول لك بقى عبد الله السعيد موجود واحمد حمدي موجود. يعني لما نيجي نتكلم فيها الزمالك لا رجاله لعبته يا جماعه، بس ده اجهاد بدني عشان نبقى فاهمين كل حاجه. في التاني انا كنت شايفه خطا جماعي من لاعبي الزمالك، في مساحه ان احمد بالحاج يسجل الكره براحته، وبالفعل اللاعب شاطها بشكل قوي جدا وبشكل جميل جدا وقدر يسجل الهدف. طيب يا جماعه الزمالك خسر، ولكن كسب فنيات. ما هي الفنيه اللي الزمالك كسبها؟ الجهد البدني اللي الزمالك هيوفره في ماتش نصف النهائي وماتش النهائي. طيب الزمالك كان المفروض يفوز بالبطوله، الزمالك كان المفروض يفوز بالبطوله. طيب الزمالك خسر البطوله، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لازم نركز في اللي هنعمله الفتره اللي جايه. انت داخل على ماتشات صعبه، سواء كان في الدوري او حتى في ربع نهائي الكونفدراليه الافريقيه، ولازم انك كحد ادنى توصل لنصف النهائي علشان على الاقل المكافآت الافريقيه، المكافآت اللي هتجيلك من الكونفدراليه الافريقيه تبقى ازيد شويه، وتقدر تحل مشاكلك ان شاء الله. طب الزمالك يا جماعه زي ما قلت خلاص فاز بالميزه دي. الزمالك وقع مع نادي اوتوهو في الكونفدراليه الافريقيه في ربع نهائي الكونفدراليه الافريقيه. الفريق دوت مش فريق سهل تماما، وهحاول احلله قبل الماتش بشويه او حتى ليله الماتش ان شاء الله. الزمالك لو كسب ان شاء الله هيقابل شباب بلوزداد او المصري، بالتوفيق للزمالك والمصري ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو ما ننساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللي يكون اشترك في القناه. سلام.